التايجر شارك أو قرش النمر، مفترس المحيط الذي لا يقهر، بياكل أي حاجة قدامه، أي حاجة حرفيا ما بيرحمش. تعالوا نحكوا شوية عنه النهاردة ونتكلم عليه واسمع القصة. أهلا بيك يا صديقي في حلقة جديدة من برنامج عودة عالم البحار. وأحلى حاجة مفرحانا اللي احنا أول برنامج في مصر بل في الوطن العربي رجع تاني يتكلم على الحياة البحرية وألغازها وحكاياتها. عايزك بقى كده تحضر شنطتك وحضري شنطتك ويلا ناخد غطسة مع التايجر شارك بزعنفك بماسكك ويلا بينا. قصتنا النهارده بتبتدي بفكرة مجنونة. حجزنا طيارتنا وطلعنا على جزر المالديف، في أبعد جزيرة في المالديف، في مولا، حيث الطبيعة والمحيط والبحر المفتوح. وقالوا لنا هناك إنه مكان بيرتكز فيه التايجر شارك. وبالفعل وصلنا هناك وبقينا مستعدين لغطستنا وطلعنا على المركب نشوف التايجر شارك. وبدأ الجروب كله ينزل، وأول ما نزلنا المية ما كانش فيه حاجة. دور يمين دور شمال وبدأ يظهر العملاق. عايزك تتخيل معايا الموقف، الجروب كله موجود تحت والتايجر شارك ممكن يجي من اي مكان، وفي صخور في النص وده اللي بينزلوا فيه سمك التون. وكان حوالينا تقريبا 6 من التايجر شارك عمالقة. خليني الاول اشرح لك مواصفات هذا العملاق المفترس الذي لا يقهر. بص، ده بياكل اي حاجه حرفيا ما بيرحمش، يهجم ويعض وبعد كده يشوف الكلام على ايه. شكله من ارعب اشكال القروش اللي ممكن تشوفها في حياتك. طيب التايجر شارك اسمه العلمي جاليوسيردو كوفييه، ويا رب اكون بقولها صح. ينتمي بقى الفصيله كده اسمها ايه، بس مش عايزك تستغرب الاسم، كركرهنة دي، ويا رب اكون بقولها صح برضه. واللي منها اسماك قرش الثور واسماك قرش الشعب المرجانيه. ويعتبر قرش التايجر النوع الوحيد المتبقي من جنس جاليوسيردو اللي كانت موجوده من ملايين السنين، وتعتبر واحده من اكتر الحيوانات المفترسه. التايجر شارك مشهور بالخطوط الداكنه على جسمه شبه التايجر او النمور. الخطوط دي بالمناسبه بتبدا تختفي كده شويه شويه مع التقدم في السن، وبتعتبر ليه تمويه كبير في المايه الضحله. كمان عشان شهيته المرعبه واسنانه اللي زي المنشار، يعني يمكن على عكس القرش الابيض الكبير اللي بيقطع فرايسه، التايجر يقدر يسحق او يقرقش العظام والمعادن واصداف الحيوانات. طوله بيوصل ل 4.5 متر، ده اللي بتقوله المصادر. انا لما رحت المالديفز شفنا 6 متر، والوزن بيوصل لاكتر من 600 كيلو. عنده فكين بيقدر يفتحهم ل 90 درجه زاويه قايمه. ولا اسنانه بقى، يا لهوي، كل سن عنده عباره عن تسنينات دقيقه، ودي صفه مميزه عند القروش عامه. الفك العلوي عنده والاسنان فوق عامله زي الشفرات، منحنيه ومسننه جدا، تقدر تقطع اي لحم. والاسنان السفليه ضيقه وحاده عشان تقدر تمسك الفريسه. عنده زعانف صدريه ضخمه عامله زي الطيارات، تقدر اللي هو يموه بيها تمويهات ضيقه. انا افتكر يوميها صديقي وقت البريفنج لما كانوا بيشرحوا لنا، قال لك ان التايجر شارك لما بيكون فاتح جناحاته كده او زعنفه، فده كده هو معناه اللي هو مرتاح وماشي بمزاج عالي. بس لو ضمها معنى كده اللي هو متوتر او بيركز في حاجه. انا طول الغطسه مش باصص للتايجر، انا باصص لجناحاته، عمال اقول يا رب ما يكون في حد فيهم متوتر. وعنده ديل بقى غريب، الفص العلوي اطول من الفص السفلي، ده بينفعه جدا في الاندفاعات، الحاجات المفاجئه السريعه. جسم التايجر شارك كمان عنده جلد يعتبر الاسمك بين كل انواع القروش، عامل كده صديقي زي ورقه الصنفره، يعني لو في انسان احتك بيه بالغلط او حاجه يقطعه يشرحه. كبده ضخم جدا، واخد تقريبا 25% من وزن جسمه، ومليان بمادة السكوالين او السكوالين، وده زيت خفيف جدا بيساعده على الطفو من غير ان هو ما يحتاج مسانة سباحة. وطبعا الكبد احنا عارفين الغذاء المفضل للأوركا، هنتكلم عليها في حلقات جاية. ولو انتوا عايزين تسمعوا فيديو كامل عن الأوركا اكتبوا لنا في التعليقات. وما تنساش بالمرة تعمل اشتراك عشان تتفرج على كل الحياة البحرية هنا مع مود راد. هل انا بقى كده خلصت كل مواصفاته المرعبه؟ لا والله، ده لسه التقيل جاي ورا. تايجر شارك بقى كمان عنده خاصيه السوبر باورز، اولها انه بيقدر يستشعر او يشم الدم
واحد في المليون. ايه تركيز واحد في المليون دي يا مو؟ ده زي كده ما تشم نقطة دم في حمام سباحة أولمبي اللي هو بيبقى طوله 50 وعرضه 25. عنده كمان مستقبلات كهربائية خاصة اسمها امبولات لورنزيني، أكيد سمعتها مني قبل كده. بيقدر يحس أو يستشعر نبضات قلب الفريسة حتى لو كانت مدفونة. يخرب بيته، بيقدر يشوف في الضلمة التامة، وده سبب وجود حاجة كده زي المراية ورا شبكية العين. درجة حموضة معدته عالية جدا، وده اللي بيساعده ان هو يقدر يدوب العظام والمعادن، عشان كده بياكل اي حاجة. الله صحيح يا مو، بياكل ايه بقى التايجر شارك؟ قول ما بياكلش ايه يا صديقي، والله ده بياكل كل حاجة، بداية من تعابين البحر لحد القنابل وذخائر الحرب. يخرب بيته. تشريحات المعدة للتايجر شارك وريتنا ان بياكل الاتي، عد معايا: سلاحف بحرية، اسماك، دلافن، اسماك قرش صغيره، طيور بحريه، ومعادن، وكمان نفايات بشريه في البحر. اغربها انهم لقوا ذخائر من ايام الحرب العالميه الثانيه لقوها موجوده في معدته. عشان كده التايجر شارك يا صديقي متسمي ان هو زبال البحر او صندوق قمامه البحر. وده يفكرنا بحادث الغردقه اللي كل الناس كانت مستغربه، هو مش القروش ما بتاكلش بني ادمين او ممكن تعض بس وتعرف ان هو مش اكلها فتسيبه؟ ليه دوت فرتكته؟ ليه قطعته كذا حته؟ واحب اقول لك ان هو ده كان السبب، انه كان تايجر شارك، والتايجر شارك ممكن يعض ويجرب وياكل، وطبعا لقى دم فاستثار اكتر وبدا ان هو ياكل اكتر، وممكن ياكل العظم. وزي ما قلنا اللي معدته فيها كميه حموضه عاليه، حتى المفترسين اللي هم ممكن ياكلوه، وتقريبا كده مفيش الا الاوركا هو اللي يقدر عليه. Lurking in the shadows of the ocean, the tiger shark strikes with silent precision. The tiger shark, sleek, striped, and built for the open sea. الصيد عند التايجر شارك بقى، لو عايزين كده نعرف ايه الروتين اليومي بتاعه. في النهار كده بياخد له دوريه جنب الشعب الضحله وجنب كده الميه الضحله، بحيث ان هو يدور له على السلاحف النايمه. وفي الظهريه بقى كده يغوص ل 300 متر يدور على الحبار ويستخبى من الاوركا. يا اوركا بينيم البحر من المغرب. وعند المغربيه بقى يطلع له على الشواطئ شويه يدور كده على اي وجبات متاحه قدامه. وفي الليل بما انه بيعرف يشوف كويس بالليل، يبتدي ينصب الكمائن لفرايسه. عنده حيل صيد رزله زيه، انه يخبط اللي قدامه ويعضه ويشوفه ده بيتاكل ولا لا. سريع السباحه، ويفضل ماشي ورا مراكب الصيد عشان يشوف له اي سناكس خفيفه كده، زي سمك التونه، باراكودا، دماغ سمك التونه كده، فلته من الصيادين، اي حاجه. السلوك الاجتماعي للتايجر شارك، العلماء بيقولوا ان هو بيحب الانعزال، سولو كده لوحده، مش بيميلوا للصيد الجماعي، بس عادي يعني ممكن يسمحوا لبعض انهم يتلموا على الفرايس. التايجر شارك كمان رحاله، حقيقي ما بيقعدش في مكان. ليه؟ لانها يا صديقي شرهه جدا في الاكل، بتدور على اي فريسه في اي مكان. ده غير انها بتفضل الميه الدافيه، يعني بتتبع اي تيارات دافيه، والموائل والمواطن الاساسيه ليها بتكون في الميه الاستوائيه او الشبه الاستوائيه الدافيه، زي هاواي واستراليا في الحاجز المرجاني العظيم مثلا، وبحر الكاريبي وجنوب افريقيا. وطبعا ما ننساش المالديفز والمناطق الساحليه، لان الصيد فيها سهل، بتتجمع على الشواطئ السلاحف والفقمات بالذات. وفي اماكن تانية مش متوقعه كمان، زي الاعماق بتوصل ل 350 متر عشان يدور على الحبار واسماك اعماق البحر. يا راجل ده ناقص يطلع ياكلنا. هو فعلا بيطلع وياكلنا. اخويا التايجر، انا حاولت ادافع عنك زي بقيه اخواتك، بس مش لاقي لك حجه. انت اللي مجرم، انت مش سايب حاجه في حالها. ده بيروح عند مصبات الانهار، ودي بتكون ميه مالحه شويه، زي عند نهر مثلا بريسبين في استراليا، واحيانا التماسيح المالحه زي ما قلنا بيخلصوا عليهم هناك. The tiger shark, the stripes of the sea. خش بقى على نقطة احنا كبشر والتايجر شارك. هو بقى ايه موقفنا مع بعض؟
تعالوا نشوف. حابب اقول لك ان التايجر شارك يا صديقي بيحتل المرتبه الثانيه في الهجوم على البشر بعد اسماك القرش البيضاء الكبيره، اللي يغيظك اللي معظم العضات دي بتبقى جاست اختبار، يعني فضول كده يشوفك انت هتتاكل ولا لا، لخبطه بينك وبين فريسته. فطبعا معظمها بيكون في المايه العكره، بالذات الانسان لما بيجي ينزل دم فيبتدي الموضوع يستثاره اكتر، هتحصل المشكله. ولما بيجي يعض العضه بيفك اسنانه اساسا في الاخر، بس بعد ايه بقى؟ بعد ما نكون سلمت نمر. يقال ان في 10 هجمات مميته سنويا في العالم بتحصل للبشر من التايجر شارك. شوف يا صديقي العزيز، هذا الجبروت والافتراء في حالة تهديد، عددها في تناقص بسبب مفترس ووحش مفتري وهو احنا، لان الانسان بيقطع زعنفه لانها من الاطعمة المفضلة عنده. بنقتل سنويا ملايين من اسماك القرش، والتايجر بالذات يعتبر تارجت. وكمان الصيد العرضي بيجوا في الرجلين لما بنصطاد تونة وسمك ابو سيف. الفكرة هنا إن فقدان التايجر شارك ممكن يفكك النظم البيئية في المحيط، لأنه حيوان مفترس رئيسي، وده بيسمح له إنه يتحكم في أعداد الفرائس، وإنه بيتخلص من الحيوانات المريضة أو الحيوانات الضعيفة في المحيط، وكمان بيدعم السياحة البيئية، لأن الغوص مع أسماك القرش بيجيب ملايين الدولارات. أنا ذات نفسي صارف على التايجر شارك كتير عشان بس أتعلم سلوكه وطباعه والتعاملات معاه إزاي، وأقدر أقول لك اللي أنا بقوله لك دلوقتي. غير كده وكده كمان اللي أنا يبقى عندي الخبرة إن أنا أقدر أغطس مع أي قرش تاني في المحيط، لأن هو يعتبر أخطرهم. اللي أنت ما تعرفوش كمان إن التايجر شارك بيهيفيرز مختلفة، طباعهم مختلفة. الستة مثلا اللي إحنا كنا نازلين معاهم كل واحد ليه دماغ وليه بال وليه روقان وليه طبع مختلف، في اللي عصبي، في اللي اجريسيف، في اللي هادي جدا، في الفضولي قوي. طب ايه الحل؟ يعني ايه العمل في اللي احنا نحافظ عليه؟ اول حاجه ان احنا ندعم المحميات البحريه ليهم، زي مثلا اللي في جزر البهاماس، لوائح الصيد والقوانين اللي تمنع صيدهم وصيد زعانفهم. نستخدم معدات صيد آمنة، مش السباك المستخدمة اللي بتعمل صيد عرضي وبتلم معاها كل حاجة. وننشر الوعي بأن القروش مش وحوش، دول حراس للبحر يا صديقي. فيا صديقي التايجر شارك مش مجرد وحش عنيف من غير عقل، لا، ده ليه دور أساسي وحيوي في تركيبة البحار والمحيطات. حيوان مذهل بنجاته على ملايين السنين، قوي وعنيف، بياكل أي حاجة، بس دي ميزة قبل ما تكون عيب. وخليك فاكر، في تايجر شارك في محيط صحي، مفيش تايجر شارك مفيش محيط صحي. سؤال الحلقة بقى، تعرف ايه هي الوجبة المفضلة للتايجر شارك؟ اكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا المرة الجاية عايزين نتكلم عن اي قرش ونتكلم بالتفصيل. ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف كل اللي جاي جديد من الحياة البحرية. دمتم سالمين.